كان بودي حقيقة أنه هناك تكون مجموعة أخرى من الصحفيين الرياضيين اللي سبق وأن بذلوا الكثير وقدموا الكثير في الساحة الرياضية العراقية على مدى سنوات طوال، وأنا أعتقد أن هناك من هو أكثر مني يعني يستحق مثل هذا التكريم. يعني بس أملنا كبير في أنه هذه المناسبة تتكرر وفي بغداد بالذات، لأنه فعلا أنا أشوف أن الصحفي الرياضي العراقي يعني مظلوم في هذا الجانب، لم يقدر حق القدر الصحيح، وأملنا كبير في أن نتعلم من الآخرين يا أخي، وبالتالي نمنح الصحفيين الرياضيين العراقيين مثل هذا التكريم اللي هو معنوي يعني بالدرجة الأولى، ولكي يكون حافز أيضا للصحفيين الرياضيين الشباب، ومن ثم لكي نسهم جميعا في خدمة الإعلام الرياضي في كل مكان. أستاذ صفاء، بتكريمك من قبل وزير الرياضة أعتقد التونسي، كيف كان التكريم هذا؟ هو هذه القلادة الذهبية للصحافة الرياضية يعني سنويا يمنحوها للإعلاميين الرواد في الصحافة الرياضية. فهو الحفل مالتنا كان في تونس، وكان موجود وزير الإعلام التونسي في حينه، وكان مجموعة كبيرة من الصحفيين موجودين أيضا. وهي حقيقة في حينها صار لقاء بالتلفزيون التونسي، وتحدثت عن انه يعني هذا التكريم ياتي بعد مضي يعني كذا سنه، 35 سنه على عملي في المجال الصحافه الرياضيه، والصدفه هي اللي لعبت دور بأن تكون بدايتي في تونس واتكرم في تونس بعد مضي كل هذه السنوات. يعني بدايه عملي بالصحافه الرياضيه دخلت دوره اعلام رياضي في تونس، يعني كنت شاب مبتدئ يعني تمضي السنوات وأحصل على القلادة الذهبية في تونس أيضا. من المفارقات هذه كانت في حقيقة. كان هناك أكثر من موضوع تكريم، بس يعني مو بالمستوى اللي تتوقع. هل كان هناك تكريم في العراق؟ لا، يعني العراق مع الأسف يعني مناسبات بسيطة يعني يصير بها التكريم، يعني مو بالمستوى اللي نتمناه، يعني مو بالنسبة لي، بالنسبة إلى الكل. يعني أنا أعتقد أنه أي شخص يبذل جهد كبير في مجال عمله خدمة لبلده لابد أن يصار إلى على الأقل إشارة إلى يعني تميزه إلى كذا. إحنا بالعراق مع الأسف هذه ما موجودة، يعني ربما بعد ما يتوفى الشخص يذكروا بالموضوع هذا.